بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هؤلاء هم يركبون في الباص؟ هؤلاء يركبون في الباص؟ يعني هكذا قائلون. لو كانوا حلقة يكون أحسن. شيخ أبو ذر، هؤلاء كأنهم يركبون في الباص في القطار، فلو وزعوا ما يكون فيه الكلام. والآن يتكلمون لأنهم كأنهم في الباص، هذا يكلم وهذا يكلم. تفرقوا. وفرقوا بينهم في المضاجع ليكون هدوء. الحديث 30. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فرائض الأشياء التي أوجب الله عز وجل على عباده، كالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين والجهاد وغيرها مما فرض الله علينا. فرائض فلا تضيعوها. إن الله يعني الذي يشرع هو الله سبحانه وتعالى. وهل الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع أو مبلغ؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام مشرع أو مبلغ؟ مبلغ. وهل يحق له أن يجتهد قبل أن يأتي الحكم؟ بلى، نعم، يجوز له أن يجتهد قبل أن يأتي الحكم، فقد يوافقه الحكم وقد يغيره الله عز وجل الحكم. فالرسول قد يحكم أحيانا فيخطئ في الحكم، فيأتي جبريل يصحح الحكم له. عندما جاءه رجل أعمى بين بيته وبين المسجد واديا مليء الهوام والشوك، وكان أعمى، وأحيانا يكون معه شخص آخر يقوده، وأحيانا يأتي إلى المسجد في الوادي لوحده فتصيبه الهوام والشوك. فقال: يا رسول الله، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: نعم. أليس هذا حكم؟ حكم. فلما ذهب الرجل جاء الرسول الوحي فقال: تعال، هل تسمع النداء بالصلاة؟ يعني هل تسمع المؤذن وأنت في بيتك؟ قال: نعم. قال: فأجب. قال: فأجب. فالرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ، وأحيانا يجتهد فقد يوفق للصواب والله يقرره عليه ولا يغير الحكم، وقد يخطئ عليه الصلاة والسلام ثم يقرر الله عليه الحكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ، ولكن أحيانا قد يأتي بحكم فإن كان صوابا فإن الله يقرره، وإن كان خطأ فإن الله يصححه سبحانه وتعالى. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدودا، الذي يمشي بين البساتين يجد على يمينه جدار وعلى يساره جدار لا يستطيع أن يدخل إلى البستان، يسمى حد. فالله حد حدودا، هنا واجبات وهنا محرمات، فالإنسان يمشي بينهما، يمشي بين هذا الحد، واجب لا يجوز أن تتعداه، والمحرم كذلك لا يجوز أن تصل إليه وتتعداه. فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها.
تلك حدود الله فلا تعتدوها. مثلا نمثل، هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته أو لا يجوز؟ يجوز له ذلك. هل هو في حد معين أو مفتوح؟ حد معين 3 طلقات بعدها لا تتعدى. كانت العرب قبل الإسلام تطلق ثم تترك الزوجة في العدة، فقبل أن تنتهي عدتها يراجعها ثم يطلق، فإذا قربت عدتها راجعها مرارا، ليس عندهم حد معين، وهذا فيه مضرة على الزوجة. فالله سبحانه وتعالى شرع الطلقات ال3، ما عداها لا يحق لك أن تأخذ هذه المرأة إلا بعد زوج جديد، ثم إذا وافقت هي أن تكون زوجة لك، سمى حد. أيضا هل يجوز للزوج أن يطلق زوجته وهي حائض؟ حرام. الله حد لابد أن تطلق وهي طاهر، يسمى حد، فإن طلقتها في الحيض فقد تعديت ذلك الحد. تلك حدود الله فلا تعتدوها. طيب، صلاة الفجر متى تنتهي؟ ينتهي وقتها بطلوع الشمس. من صلاها بعد طلوع الشمس تعدى الحد. هناك حد معين بطلوع الشمس، إن تعديته فإنك قد ظلمت. وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوز، لا بالواجبات ولا في المحرمات، لا في الواجبات ولا في المحرمات. صلاة الفجر 2 من صلى 3 فقد تعدى الحد، فقد تعدى الحد. وقس على ذلك بقية الأمثلة. إذن حد حدودا يعني الواجبات والمحرمات، فلا نتعدى الواجب ولا نتعدى المحرم. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. إذن التحليل والتحريم حق لمن؟ حق الله سبحانه وتعالى. الحكم لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، يعني له أن يخلق وله أن يأمر هذا المخلوق. أنت من خلقك؟ الله، هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام. ألا له، له يعني له وحده أمران، الخلق والأمر، يعني خلق وشرع هو سبحانه وتعالى، ولم يجعل لأحد أن يشرع. ولذلك من شرع مع الله فقد كفر بالله سبحانه وتعالى وجعل نفسه شريكا لله. وهذا يا أخواني من أعظم أنواع الظلم، ومن أعظم أنواع التجري على الله، أن تشرع مع الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الزنا حد، أليس كذلك؟ قال: وحد حدودا، من زنى إن كان شابا فله حكم وإن كان ثيبا فله حكم، يسمى حد. السرقة، من سرق تقطع يده اليمنى من مفصل الكف، فإذا سرق 2 تقطع قدمه اليسرى، فإن سرق 3 تقطع يده اليسرى، فإن سرق 4 تقطع تقطع رجله اليمنى. هذا يسمى حد، حده الله. من شرع نظاما في أن من سرق يسجن أو يغرم فقد ناصب الله سبحانه وتعالى في حكمه. والله يقول: ألا له الخلق والأمر، يعني والتشريع. فالتشريع حق الله، كما أن الخلق حق الله. الخلق خلق الله والأمر أمر الله، هذا معنى ألا له الأمر والخلق. وسكت عن أشياء، عن البقية، سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت، هل يوصف الله عز وجل بالسكوت؟ نقول الله يتكلم ويسكت؟ نعم، الرسول قال: وسكت، سكت الله، قال: وسكت الله عن أشياء. فالله يتكلم ويسكت سبحانه وتعالى، فيمكن أن يقال بأن الله عز وجل يسكت، لأن الرسول قال بأنه وأن الله سكت عن أشياء. سكت عكس تكلم. وسكت عن أشياء رحمة لكم، لأنه لو
أوجب أو حرم ففيها تكليف، فيها مشقة. الإيجاب فيه مشقة والتحريم فيه مشقة، فالله سكت عن أشياء كثيرة جدا وهي الأكثر كذلك. الواجبات قليلة وما ترك كثير، المحرمات قليلة وما أبيح كثير جدا، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان. ما معنى نسيت؟ ما معنى نسيت؟ النسيان هو الذهول عن الشيء، ذهل عن الشيء، هو الذهول عن الشيء يسمى نسيان. فهل يوصف الله عز وجل بالنسيان أو لا؟ هل يوصف الله بالنسيان؟ نقول بحسب معناها، فإن كان معناها الذهول عن الشيء فالله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وما كان ربك نسيا كما جاء في سورة مريم. وإن كان النسيان بمعنى الترك، ترك، فنعم الله سبحانه وتعالى ينسى يعني يترك، كما قال سبحانه وتعالى نسوا الله فنسيهم. نسوا الله أي بالكفر، يعني تركوا دين الله وتركوا الإيمان، فنسيهم أي تركهم يعملون الخطأ فيحاسبهم في المستقبل، يتركهم يزيدون في المعاصي حتى إذا ماتوا عذبهم. فالنسيان له معنيان، معنى يجوز أن نصف الله به، ومعنى لا يجوز أن نصف الله به. فنسي بمعنى ذهل شرد ذهنه، فنقول لا يجوز، لا يضل ربي ولا ينسى. وإذا كان نسي بمعنى ترك فيجوز، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه قال نسوا الله فنسيهم، نسيهم يعني تركهم. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، يعني غير ذهول، فالله لا يذهل عن الشيء. فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها، سكت فلا تبحثوا عنها، لأن البحث تنطع، هلك المتنطعون. يا شيخ، ونحن في بلد إسلامي، يأتينا دجاج من الخارج، من البرازيل أو من كذا، فما حكم أكله؟ سبحان الله، كل. هذا بلد مسلم، جاء إليهم فهم يبحثون، لا تخف، كل. يا شيخ، ذلك الرجل الذي يشتغل في الجزارة ويقطع اللحم ويبيع، أنا لا أدري هل يصلي أو لا يصلي، كيف نأكل لحمه؟ هو لا يصلي في المساجد، لا أدري يصلي في بيته أو لا. نقول اسكت لا تسأل، كل. سكت الله عن هذه الأشياء رحمة لكم، فلا تسألوا عنها، يعني لا تشددوا فيها. الشيخ أنا لا أدري هذا ما هي عقيدته، هل هو صوفي أو أشعري، أو هل أصلي خلفه؟ إذا أنت تعلم لا تصلي، إن لم تعلم فالله سكت عن أشياء، اسكت. الأصل فيه الإسلام، ما لم يتبين فالأصل فيه الإسلام، فلا تتشدد. هذا هو التنطع الذي نهي الإنسان عنه. ومنه الموسوسون، فإنهم يكثرون من الأسئلة. يا شيخ ماذا لو؟ طيب يا شيخ وماذا لو؟ وماذا لو؟ نقول اجعل ماذا في بيتك، تقدم إلى المسجد بدون كلمة لو، فإن هذه معفو عنها. يا شيخ ما حكم أخذ شعر الساق؟ ساقي فيه شعر، فما حكم أخذه؟ نقول ما حكم أخذ اللحية؟ فيقول حرام. ما الدليل؟ خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، أعفوا اللحى. وما حكم أخذ الحاجب؟ قال لا يجوز، لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة، ولعن الله النامصة عرفة. طيب ما حكم أخذ شعر الأبط؟ قال من السنة. وما حكم قص الشارب؟ يقول من السنة. فنقول ما حكم أخذ شعر الساق؟ قال لا أعرف دليل، لا أدري. فنقول اسكت إذن، الله سكت عنه، تركه، فخذ ولا حرج.
خذ شعره حتى تكون كالدجاجة التي قد. فهنا يا أخوان إذا سكت الله عن شيء اسكت عنه، لا تسأل، فإن السؤال هذا فيه مشقة. أي شيء لا تعلمه فالأصل فيه الحل، لأن الله تركه رحمة لنا سبحانه وتعالى. هذا الحديث 30. نأتي إلى الحديث 31، إلى الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. سبحان الله العظيم، هذا يبحث عن الذين يحبونه، ومن هم؟ الله والناس الطيبين الصالحين. هو لا يبحث عن الشهرة يحبه كل أحد، وإنما يقول: يا ربي ماذا أعمل من أجل أن يحبني الله سبحانه وتعالى. لأن الله يقول: وإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. فحب الله لك هذا شرف عظيم. كيف تستطيع يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته الله يحبني والناس يحبونني؟ وهل هذا فيه إثبات المحبة لله أن الله يحب؟ كيف عرفنا؟ هذا كلام صحابي ليس الرسول. العقيدة نأخذها من الرسول. هل هناك نعم لا قبلها إذا قال يقول إذا عملت أحبني الله. هل هذا الرجل يثبت الصفة؟ نعم. وهل هي ثابتة؟ نعم، بدليل إقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينكر عليه، فلما أقره دل على أنها أيضا هذا يكفي دليلا وحده، يكفي دليل على أن الله يحب وأحبني الناس. فإقرار الرسول ولم ينكر عليه دل على أن هذه صفة من صفات الله الذاتية أو الفعلية. هل دائما يحب أو يحب ويغضب؟ الفعلية. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا، ما معنى ازهد؟ الزهد هو التقلل من الشيء، التقلل من الشيء المباح. ازهد في الدنيا. والفرق بين الزهد والورع، الفرق بين الزهد والورع هو أن الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. فأيهما أفضل، الزهد أو الورع؟ الزهد أفضل، لأن الزهد ترك ما لا ينفعك، حتى لو لم يضرك تتركه لأنه لا ينفعك. بينما الورع هو أن تترك الشيء الذي يضرك، فإن لم يضرك فإنك تفعله، والزاهد لا يفعله. ما لا ينفع الورع يفعله، والزاهد لا ينفعه، لا يفعله. هذا الفرق بينهما، فيشتركان في ترك ما يضر، ويستقل الزاهد بترك ما لا ينفع حتى لو لم يضر. هذا الفرق بين الزاهد والورع، فالزاهد أفضل. الرسول يقول: ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا، لا تتعلق بالدنيا، يكفيك ما يسترك، ويكفيك ما يبقيك على الحياة من الطعام والشراب. يكفيك ما يسترك، ويكفيك ما تعيش به يومك. هذا هو الزهد. طعام غد يأتي به الله كالطير، الطيور تجمع ما يكفيها إلى خروج الفجر في اليوم التالي فقط، فتعود مع غروب الشمس إلى أوكارها وتبقى بالليل نائمة.
مع أطفالها أو الذكور تبقى، فإذا بان النور انطلقت مرة أخرى تبحث عن رزق جديد. هذا الزاهد. الزاهد كالطير. واللباس تلبس ما يسترك، فإن لم يستر تغير. هكذا كان معظم الصحابة، حتى أن بعضهم لا يكاد يجد إلا ثوبا واحدا فقط فيغسله ويبقى في بيته وقد تفوته الصلاة لأنه عاري ليس عنده لباس. وإذا أراد أن يتزوج فإنه لا يستطيع أن يأتي بالمهر ولو ثوبا واحدا ولو خاتما واحدا، قال لا أجد. والرسول ما استغرب لأنه طبيعي، قال التمس، قال لا أجد، التمس لا أجد، التمس لا أجد، ما قال سبحان الله كيف لا تجد، ما قال، لأن هذا هو الأصل في الإنسان. يا إخواني كما يقول ابن القيم الأفضل في حق الإنسان هو التقلل من الدنيا، وهذه الأفضل، ولذلك اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فالرسول فقير، عاش معظم حياته فقيرا، يأتيه الدنيا، عاش زاهدا ليس فقيرا، عاش زاهدا، كل ما يأتيه يصرفه، حتى أنه أحيانا يكبر للصلاة قبل أن يكبر يذكر أن في بيته شيء للفقراء فيقول اصبروا وقد أقيمت الصلاة، فيصبرون ويذهب ويوزع ثم يأتي ويصلي بهم. هذا هو الزهد. فالله عز وجل اختار لنبيه أفضل أنواع الحياة، وهي الزهد والتقلل من الدنيا. فالزاهد لو وضعته في أي مكان يستطيع أن يعيش، والذي لا يزهد إذا تغير عليه الجو أو تغير عليه نوع الطعام فإنه يتنكد بقوة. سمعتم؟ هذا هو الزاهد. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أوه ما شاء الله، ما أجمل قلمك، ما شاء الله، يعني كأنك تقول أعطني إياه أو أعطني مثله. أوه أشم رائحة الطعام في بيتك، ما شاء الله طعامكم جيد، يعني ادعني لا تنساني. سبحان الله. ما أجمل طاقيتك، بكم اشتريتها؟ الرسول يقول تهادوا تحابوا ويعطيك الأدلة. فالهدية تؤثر في القلب، تؤثر حتى يعني الناس يحبونك، يعني هذا تلميح يسمى تورية. يا أخوان هذا يقل في أعين الناس لا يحترمونه. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، تقلل منها. ولذلك نحن نرى بأعيننا كل عالم يزهد فيما عند السلاطين والله إنهم يحبونه ويهابونه ويخافونه، وكل عالم يتشوف إلى أن يعطى أراضي ويعطى ملابس ويعطى هكذا، فإن هؤلاء الحكام لهم عقول يقدرونه في الظاهر، ولكن في الداخل يقولون ليس هذا هو العالم. حتى الحي وأنت إمام المسجد، نعم الناس يستطيعون أن يميزوا، فإما أن يقدروك لأنك لا تشاركهم في دنياهم، دع الدنيا لهم، وإما أن يصلوا معك ولكنهم لا يأخذون بكلامك لأنك تزاحمهم في دنياهم. فيا أخواني استقلوا مما عند الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الحديث 32. أخوان هذه معاني ليست صعبة ولكنها صعبة. هذه المعاني والأحاديث ليست صعبة ولكنها صعبة، أليس كذلك؟ ليست صعبة فهما ولكنها صعبة تنفيذا وتطبيقا. هكذا الصحابة يقرؤون ويطبقون. بعض الناس يأتي ويسأل ويسأل ويسأل، لا يريد، فقط يريد الاستكثار. وأحيانا يريد شيئا فيأتي إليك يا شيخ ما حكم كذا، فتقول حرام، فيذهب إلى آخر
يا شيخ ماذا تقول في كذا؟ الأغاني ما رأيك؟ يقول له حرام، فيذهب إلى آخر، يا شيخ ابن حزم يقول ما رأيك في الغناء؟ يعني كأنه يقول أعطيني الفتوى بأنها حلال. هل هذا يقرأ الأحاديث والآيات هدى أو هوى؟ هوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. عن أبي سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار يعني لا ضرر بغير قصد ولا ضرار بقصد. لا ضرر بغير قصد ولا ضرار بقصد. واضح؟ أنت تسقي شجرة بيتك فالماء يتسرب إلى جارك، هذا ضرر أو ضرار؟ ضرر بغير قصد. أنت تسكن في الأعلى وأولادك يتحركون ويؤذون من بالأسفل، هذا ضرر أو ضرار؟ ضرر. لا تأثم، لكن إن علمت فانتهي. إن علمت فانتهي. جئت بسيارتك أو بدبابك فوقفت عند باب جارك وأنت لم تقصد، ضرر أو ضرار؟ ضرر. الرسول يقول لا ضرر، يعني أول ما تعلم أزله، أنت لا تأثم، ذهلت، لكن أول ما تعلم تعتذر وتزيل، لابد. لا ضرر. طيب، لا ضرر على من؟ على الإنسان أو الملك أو الجني أو الحيوان أو النبات أو الكل. الكل. لا تضر بالملائكة. كيف تضر الملائكة؟ تأكل الثوم والبصل والكراث وتأتي للصلاة، إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لا ضرر ولو كان غير مقصود. فإن أكلت الثوم فصلي في بيتك. نقول أنت مريض وأعطاك الطبيب وصفة تأكل الثوم، كل الثوم لكن صلي في بيتك. تقول أنا لا أستطيع أن أصلي في المسجد، فيه مضرة على الملائكة وعلى إخوان المسلمين، أصلي في بيتك. لا ضرر. يقول أنا لا أقصد المضرة لكن غصبا عني، نقول لا بأس، اجلس في بيتك. بعض الناس رائحة العرق عنده كريهة جدا، رائحة العرق، فيقول أنا ماذا أصنع؟ هذا ليس بقصدي، هل يحق لي أن أصلي في بيتي؟ نقول يحق لك أن تغتسل، فإن اغتسلت وما زال الرائحة قوية فلا بأس. هنا فاتقوا الله ما استطعتم. يا شيخ رائحة فمي يخرج منها كريهة، فإذا استكت ولا أستاك يذهب بعض لكن يبقى بعض، فنقول أنت معذور، لا ضرر، أنت لا تريد أن تضرهم لكن غصبا عنك، فابقى في بيتك. لا ضرر. لا ضرر. طيب، ولا ضرار يعني بقصد. واضحة أو لا؟ واضحة. ولا ضرار. طيب، قلنا بأنك لا تضر الملائكة ولا تضر الجن. كيف تضر الجن؟ كيف تضر الجن؟ أحيانا تكون الجن على هيئة حيوانات، إما ثعبان وإما قط وإما، فإن رأيت في بيتك ثعبان فتقول أحرجك أن تخرج من بيتي، أحرجك أن تخرج من بيتي، أحرجك أن تخرج من بيتي 3. فإذا رأيته بعد 3 فاقتله، فإنما هو شيطان. عفوا، إذا قلت 3 مرات ولم يخرج فهو ثعبان حقيقي. فإن كان ثعبانا جنيا ولكنه يعاند فإن أهله لا يؤذونك أبدا، لأن المخطئ ابنهم هذا الثعبان، فتقتله. فالجن لا تؤذيهم. رأيت كلبا أسود، والكلب الأسود
شيطان، فتقول أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ويأتي إليك مرة أخرى عند بيتك أعوذ بالله منك، 3 مرات تعيده ثم يأتي وتعيده ثم يأتي، فإنما هو شيطان، فإن قتلته فليس عليك شيء، لأنه هو الذي تعدى عليك، هو الذي قام بالضرار، فأنت الآن تقتله. إذن الملائكة والجن والإنس والحيوان والنبات كلها لا ضرار عليها. هذا معنى لا ضرر ولا ضرار. 31 الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو يعطى الناس بدعواهم، ما معنى بدعواهم؟ بادعائهم وزعمهم. لو يعطى الناس بادعائهم وزعمهم، يدعي بأنه قد أعطاك 100,000 دينا، هذه دعوة. يدعي بأنك قد أصبته بجرح حتى سال الدم، يدعي بأنك قد قتلت أحدا من أقربائه، يدعي. لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لادعى رجال، يعني هناك يوجد أناس ضعيفو الأنفس، أنفسهم ضعيفة، يكذبون من أجل أخذ حق الغير. لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لكن هذه القاعدة: البينة على المدعي، البينة على المدعي. من هو المدعي؟ هو الذي يطلب الحق، الذي يطلب الحق هو المدعي، عليه البينة. البينة كالشهود، الشهود بينة، ظاهر الحال بينة، ظاهر الحال يعتبر أيضا بينة. الإقرار بينة. طيب، وهل كاميرات الفيديو بينة أو قرينة؟ في الحدود والدماء ليست بينة، بل هي قرينة. في الحدود والقصاص الدماء هي قرينة، لكن ليست بينة، ليست بينة وإنما قرينة، لاحتمال الخطأ فيها واحتمال التغيير فيها. والحدود والدماء عظيمة، فلا بد أن تكون عن بينة واضحة، بينة واضحة. قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. فإذا اجتمعتا فماذا نقدم؟ المدعي جاء بالبينة والمدعى عليه حلف بالله أنه غير صحيح، اجتمعتا الآن. تقول: أنا قد أعطيته 1,000,000 روبية قرضا، وهذه ورقة بيننا وتوقيعه والشهود 2. وجاء الشهود ويقول: يا شيخ والله العظيم أنني لم آخذ منه شيئا. هنا اجتمعتا البينة والإنكار، فماذا يصنع القاضي؟ في هذا الحديث المقدم المدعي أو المقدم المدعى عليه؟ في هذا الحديث من يتكلم عند القاضي، المدعي أو المدعى عليه؟ المدعي. فالمدعي إذا جاء ببينة فإن القاضي لا يتكلم مع المدعى عليه، بينة تكفي، لأن المدعي مثبت والمدعى عليه نافي.
والقاعدة أن المثبت مقدم على، هذه قاعدة أصولية، قاعدة في أصول الفقه في كل شيء، أن المثبت مقدم على النافي، أن المثبت مقدم على النافي. وهذا يا أخوان من أعظم أنواع الفقه ومن أعظم أنواع القواعد، أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولهذا القوانين الوضعية التي توضع يأخذون من الإسلام أشياء كثيرة جدا إلى يومنا الحاضر، وهم يغيرون في أحكامهم ويرجعون إلى أحكام الله. يضع البشر أحكاما ثم بعد فترة يرجعون بعدما يطبقون ويرون الخلل يرجعون إلى أحكام الله. ولذلك هل يجوز للمسلمين الذين قد تخصصوا في القضاء وأصبح عندهم علم كثير أن يخالطوا هؤلاء الكفار هناك في القضاة، هناك قضاة في مكاتب العدل، أن يكون هناك لقاء بينهم وتشاور بينهم؟ نعم، هذا جيد، لأن هؤلاء قد وضعوا قوانين فشلت عندهم، فإذا سمعوا دين الله فلربما أسلموا، وهذا ما حصل. يا أخوان، هذا الإسلام لم نضعه نحن، من وضعه؟ الذي خلق الكون والذي خلق الإنسان هو الذي يعلم ما يناسبه. فالله سبحانه وتعالى تكرم الله علينا بوضع قوانين لا نحتاج أن نطبق ونخطئ ثم نعرف، لا، قبل أن تطبق وتخطئ الله يعطيك مباشرة. أليس هذا أحسن؟ قبل أن نعلم بأن الخمر محرم وضار، الله حرمه علينا أصلا، والخنزير الله حرمه علينا قبل أن نتأكد. هم الآن تأكدوا، لكن بعد ماذا؟ بعدما وجد أجيال عندهم من السابق إلى اللاحق وهم يتناقلون الأمراض الفتاكة بسبب ممارستهم للمحرمات التي ربما لم يعلموا خطرها إلا في الوقت الحاضر. حتى الأشياء التي لا تدخل للبدن يا أخوان، الاختلاط بين الرجال والنساء، والله الآن يوجد في أمريكا بلد الحرية يوجد مدارس ثانوي للأولاد ومدارس ثانوي للبنات الآن، وهم كفار علمانيون. قالوا هذا هو الذي يناسب، ما قالوا هذا الدين، قالوا هذا هو الذي يناسب الإنسان. سبحان الله، انظر إلى هذا الدين العجيب. وحتى في الحافلات يصبحون النساء بالخلف والرجال بالأمام، بل حتى في المرتبات. والله يا أخوان في أمريكا وبريطانيا المرتبات، المرأة المعلمة بالفصل والمعلم بالفصل، المعلم يأخذ ثلث أكثر من الثلثين. إذا كان يأخذ 300,000 فالمرأة تأخذ 100,000 الآن في أمريكا وفي بريطانيا. ويقولون يا مسلمون ساووا بين الرجال والنساء. طيب أنتم ساووا بين النساء والرجال؟ ما تريدون منا طبقوه. هم يقولون لا، نحن ساوينا فرأينا المضرة، فأنتم ساووا لتروا المضرة مثلنا. رأيتم كيف؟ هم يدعوننا الآن إلى التكشف والتعري. من أجل ماذا؟ من أجل أن نكون مثلهم في الأولاد غير الشرعيين، ومثلهم في الإيدز، ومثلهم في الأمراض. هم يعلمون وقد جربوا، ويريدون أن يصدروا المضر إلى بلاد المسلمين. وللأسف من يوجد في بعض بلاد المسلمين من يقول لا بد أن نطبق ما يطبق العالم الغربي، هكذا يقول. سبحان الله. طيب أنت اذهب إليهم واقرأ ماذا يقول العقلاء عندهم، فيقول لا 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 لا، سبحان الله، يحبون الشهوات، يحبون الشهوات. يقول لا بد أن نترك الأبناء والبنات مع بعضهم لئلا يصابوا بأمراض نفسية. دعهم يتعرف الابن على البنت والولد على البنت ويتصادقون وهكذا ويمشون. طيب ثم ماذا؟ نقول له سيقع الزنا بينهم. قال لا بأس، هناك موانع ما يكون هناك الحمل. هذا هو الحل. فتقول له هل ترضاه لبنتك؟ فيقول لا. سبحان الله العظيم، ترضاه لبنتك؟ يقول لا. تحرك عنده العقل والعاطفة. لكن بعض الناس والعياذ بالله
قد طمست حتى يعني عقولهم وقلوبهم. هناك رجل في الرياض وهو متخصص في علم أصول الفقه، عالم كبير اسمه الشيخ السدحان. الشيخ السدحان يدرس في كلية الشريعة، هو الآن عمره 80 سنة ممكن، كبير، لكنه من أعظم من يدرس في أصول الفقه، رجل ذكي وقوي في العلم. فمرة ذهب إلى بلد لإلقاء دورة من بلاد في الخارج، وانتهت الدورة، لكن لا يوجد طائرة من هذا البلد إلى السعودية، لابد أن تنزل إلى لبنان، ومن لبنان إلى الرياض. فنزلت في لبنان تقريبا يوم ونصف، فجلس في الفندق. فلما أصبح الصباح، كبير بالسن، قال أريد أن أمشي، تمشى، لكن لم تكن لحيته كثة، كان يعني قليل من، لا يخرج له شيء كثير، يعني قليل هنا وهنا قليل. فوضع هذا في الغرفة، فأصبح فقط عليه طاقية ويمشي في الشارع ليتحرك. والبلد لبنان بلد عربي، وهو يمشي وعليه الثوب. كان هناك شاب سيء، فلما رأى ذلك الإنسان عليه الثوب قال: أوه، من السعودية، هذا بترول، هذه أموال تمشي. فرصة، يقول هكذا، هم هكذا يقولون، يعني هكذا يقول: أنت يا سعودي، أنت بترول يتحرك. يعني ذهب، هكذا هم يقولون. فقال: يا عمي أهلا ومرحبا بك في بلدنا، هذا بلدنا يرحب بك ويفتح لك يديه، أهلا وسهلا بك. فقال: شكرا، بارك الله فيك، شكرا. قال: يا شيخ، تريد أن تكون اليوم مبسوطا هذا اليوم؟ تريد أن تحس بالسعادة اليوم؟ قال: نعم. قال: فأخذ الولد من جيبه ألبوما يوجد فيه الصور، فقال: هذه الصور يوجد فيها بنات جميلات، من تريدها أحضرها لك هذه الليلة، خذ، أنت كبير في السن، وهذا لبنان بلد جميل، فيهم جمال شديد لبنان، النساء جميلات. فيقول: انظر، هذا الشيطان معي، انظر إليه. ماذا تجد من امرأة جميلة، بنت جميلة، قل هذه، وأنا آتي لك هذا اليوم لتكون مرتاحا سعيدا. قال: فانصدمت، ما توقعت هذا الأمر، ففكرت قليلا، فقلت: اسمعني، يريد أن يحرك يعني الغيرة عنده. قال: فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم للشاب: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ فيقول: لا. أترضاه لعمتك؟ فيقول: لا. شاب جاء إلى الرسول قال: يا رسول الله، اسمح لي بالزنا، إذن لي بالزنا. قال: ترضاه لأمك؟ قال: لا. ترضاه لأختك؟ قال: لا. ترضاه لعمتك؟ قال: لا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم وعماتهم وبناتهم وزوجاتهم. فأنا يقول ذكرت هذا الحديث، فقلت: جيد، أستخدم هذا الحديث، جيد، أستخدمه، أخاطب عاطفته وعقله وغريزته. فقال: هل عندك أخت؟ قال: يا شيخ، عندي أخت أجمل من هؤلاء، آتي بها الليلة. أعوذ بالله. قال: بوف. اذهب أيها الشيطان. يقول: ما ذهبت أمشي، رجعت إلى الفندق وأغلقت الغرفة. هذا بلد الشياطين. فأغلق الغرفة، لا يأتي الشياطين آخرون وتكون مشكلة. فرجع إلى بيته وهو يعني يخاف على نفسه. أنا أقول يا أخوان، هؤلاء الغرب وصلوا إلى أن يكونوا ليسوا كالحيوانات. الحيوان، الديك مع الدجاج، لو جاء ديك آخر يكون قتال، معركة، أليس كذلك؟ والغنم صاحبها الذكر إذا رأى ذكر آخر يضربها. الغرب سبحان الله، إذا جاء الرجل وأنت مع زوجتك، تقوم عن زوجتك وهو يجلس مع زوجتك ويتكلم معها ويقبلها عادي. تقول: يا زوجي اذهب. قال: لماذا؟ قالت: هذا صديقي في العمل. سبحان الله العظيم. البهائم لا تفعل، وهم الآن يريدون أن يصدروا هذه الأمور إلى بلادنا. فأقول يا أخواني، حتى القضاء
إذا ذهب القاضي المسلم إلى هناك وتناقش مع القضاة هناك، والله أنهم يقدرون الإسلام ويعلمون بأنه هو الذي يناسب البشر، والله هذا صحيح. لكن للأسف أن ينتقل بعض أبنائنا إلى هناك ثم يفعلون ما حرم الله عليهم. شاب سوري من سوريا قبل أن تكون هذه المشاكل، قبل 10 سنين، قبل المشاكل هذه، أبوه وأمه جيدون ويصلون وطيبون والبيت طيب، فذهب إلى بريطانيا للدراسة، دراسة الجامعية، فذهب إلى هناك في مكان، وبريطانيا فصول مختلطة بين الأولاد والبنات، وهو يدرس شهر، شهرين، 3، 4، 5، 6 أشهر، وجد بنت جميلة وعفيفة لا تحب أن تختلط، وهي نصرانية ليست مسلمة، لكن تمشي هكذا لا تحب الفساد. في أثناء الدراسة أعجب بها، فمرة جاء إليها وهو لم يمشي مع النساء، يعني هو يمشي جيد لكنه لا يصلي ولا يصوم، ولما ذهب هناك يعني يفعل بعض المحرمات، يعني ليس قويا، ويأتي وقت الصلاة في المحاضرة ولا يخرج يصلي، لكن درس الإسلام. فمرة قال لها: أنت من أين؟ فقالت: أنا من بلدي كذا، ويتكلم معها يحاول أن يفتح الطريق، فقال: هل تحبين أن نتزوج؟ أكون زوجا لك؟ قالت: لا بأس، لا بأس، أنا رأيتك يعني أخلاقك جيدة، يعني ما رأيت يعني أنك تكلم البنات أو شيء. فقال: ما رأيك؟ قالت: لا بأس، جيد. ففرح فرحا شديدا، ثم كتب رسالة إلى أبيه يقول: يا أبتي، لقد عشت هنا وأخاف على نفسي من الوقوع في المحرمات، فاسمح لي أن أتزوج بهذه البنت الجيدة وأهلها طيبون، لكنها نصرانية، وتعلم يا أبي بأن المسلمين يجوز يأخذون النصرانيات. فالله عز وجل قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فالإنسان يجوز أن يتزوج المحصنة العفيفة. هكذا يقول لأبيه، يعني يا أبتي أعرف الدليل فاسمح لي أتزوج. فلما قرأ أبوه الرسالة قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا بني، إذا كان أنت تحبني أنا وأمك فلا تتزوج بغير المسلمات، والسلام. فلما بعد أيام جاءت الرسالة وقرأ الرسالة انصدم الابن، وبدأ يفكر بالفصل، يسرح مثل بعض الطلاب الآن يسرحون ويمرحون هنا وهنا. فقالت: ما شأنك، ما بك؟ قال: للأسف أن أبي قد رفض الزواج. قالت: ولماذا؟ قال: لأنك غير مسلمة. قالت: ما هو الإسلام؟ فرح، يمكن أن تسلم. قالت: اجعلني أقرأ، علمني الإسلام لعلي أسلم. فقال: أنا ما أستطيع أتكلم عن الإسلام، لكن سأحضر لك كتابا يتكلم عن الإسلام. فذهب إلى أصدقائه ويقول: ما هو أفضل كتاب في الإسلام؟ ما هو أفضل كتاب يشرح الإسلام؟ ليس حبا في الإسلام وهدايتها، بل حب في الزواج بها، وإلا هي من قديم نصرانية ما أعطاها كتاب. فقالوا: كتاب كذا. ذهب واشترى كتابين 3 و4 وأعطاها، قال: خذي هذه الكتب. قالت: إن شاء الله الآن سنختبر، بعد الاختبار إجازة 3 أشهر أذهب إلى أهلي وأقرأ وأخبرك إن شاء الله. جاءت الإجازة وذهبت البنت بالكتب إلى أهلها وتقرأ الكتب، تقرأ الكتب، تقرأ الكتب، وهو ينتظر كل يوم، ينتظر يعني ماذا تقول، وكل يوم يفكر هكذا، يعني هو في عالم آخر الآن، بين يعني يبني أحلام أو يهدم أحلاما. هل توافق فيبني الأحلام؟ هل لا توافق فيعني يصدم؟ بقي أيام، أشهر يفكر. سبحان الله العظيم. لما بدأت الدراسة جاءت البنت محجبة حجابا كاملا، فقال: الله أكبر، هذه خطوة عظيمة. ما يقول أسلمت، يقول: لا، ستزوج بها. فلما انتهت المحاضرة وخرجوا قال: أهلا ومرحبا، كيف حالك، كيف أمك، كيف أبيك، كيف نتزوج؟ أسلمتي؟ قالت: أسلمت والحمد لله. قال: نتزوج؟ قالت: لا. قال: سبحان الله، لماذا؟
قالت: لأنك أنت لست مسلم، الكتاب الذي قرأته أنت لا تطبقه، أنت لست مسلما أصلا. يا الله، الدين الجميل الذي قرأته ليس فيك. أنت مسلم بالاسم، اذهب تعلم الإسلام. سبحان الله يا أخوان، ما أسلمت من رجل، أسلمت من كتاب. إسلامنا جميل والله، لو طبقنا الإسلام انتشر. المشكلة يذهب أبناء مسلمين هناك ويفسدون الإسلام، يفسدون الإسلام بفعلهم المحرمات. لما كان آباؤنا في الماضي جاءوا إلى أندونيسيا هنا يا أخوان، من العرب إلى أندونيسيا محيطات، يستحيل الإنسان يسلم، يخرج الآلاف فلا يصل إلا عشرات إلى هنا. ضحوا من أجل إيصال الإسلام، ولما جاءوا إلى أندونيسيا وأصبحوا يبيعون ويشترون كانوا من أصدق الناس. وسبحان الله دخل الإسلام إلى أندونيسيا من غير قتال أبدا، دخل الناس في الإسلام محبة في الإسلام. فإسلامنا قوته في ذاته، هو إسلامنا معلومات تكفي. لو تتكلم مع إنسان كلام هكذا يسلم. وأديان غيرنا قوتها في غيرها ليس في ذاتها، قوتها في الأموال التي تدفع. نصراني يريد أن ينصر ما يستطيع يشرح النصرانية، لا، يبني مدارس ويبني مستشفيات ويحفر الآبار ويعطي الأكل، فيقول خذوا هذا الدين. دينه ضعيف، يقدم له المال قبل، أليس كذلك؟ فدينهم ضعيف، قوته خارج عنه، قوته فيما يسبقه من أموال. الهندوس ليس عندهم دين، يقول تعال هذه البقرة أعبدها، سبحان الله العظيم، بقرة آكلها، كيف أعبدها؟ بقرة رائحتها منتنة، كيف تكون إله لي؟ وهم يعبدون القرود ويعبدون الثعابين سبحان الله العظيم. فأي دين ضعيف سوى دين الإسلام الذي يقبله العقل؟ يا أخواني، يجب علينا، لا أقول أن نبلغ الإسلام، أن نطبق الإسلام. فلو طبقناه في بيوتنا، الذين يحتكون بنا كثيرا زوجاتنا وأولادنا والله يحبوننا أكثر من يحتك بك زوجتك وأولادك. لو طبقت الإسلام كما هو هم تأثروا بك، فكيف بغيرهم؟ فالإسلام يحتاج إلى تطبيق. وأنا أقول يا أخواني، هؤلاء الشباب الذين بأيديكم، هؤلاء الصغار، هؤلاء أمانة في أعناقكم. صحيح، لا تعلموهم بألسنتكم، علموهم بجوارحكم، بالصلاة والصيام والألفة والنصيحة والهدوء والابتسامة والصبر والحلم وعدم الاستعجال. فإن هذه الأجيال التي بين أيديكم أمانة في أعناقكم، وهي مشروعكم الكبير. مشروعك مع الله هو هؤلاء. عندك مشروع تبني بقالة، هذه للدنيا. هؤلاء مشاريع عظيمة تعلمه، وبعد كم سنة يذهب ويعلم فينتشر الإسلام. وتقول لهم علموا الناس لا بألسنتكم بل علموهم قبل ذلك بأفعالكم، بأخلاقكم الجميلة، فإن الإنسان بأخلاقه الجميلة والله يؤثر. واصبروا اصبروا اصبروا. الريح يعني الهواء الشديد والشمس فيه تحدي بينهم. رجل يمشي في الصحراء في يوم بارد ومعه كساء من صوف الغنم بارد، فتقول الشمس أنا أيتها الريح أتحداك، أنا أستطيع أن أزيحه منه، هذا الرداء الذي معه أزيحه. قالت الريح لا، أنا أقوى منك. تقول الريح أنا أستطيع. قالت الشمس أنا أقبل التحدي. فجاءت الريح بقوة تريد أن تزيحه. طيب أنت لو كنت تمشي في الصحراء بردان ومعك هذا الصوف وجاءت الريح ماذا تصنع؟ تمسك بقوة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بقوة تتمسك به، بل حتى تجلس في الأرض تمسك برجليك كذلك مع يديك. صحيح؟ فالريح خسرت، ذهبت. الشمس قالت أنا أستطيع.
فجاءت الشمس من الشرق وبدأت رويدا 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 ترتفع ترتفع ترتفع، وكلما ارتفعت جاءت الحرارة أكثر، ترتفع حرارة أكثر، فأصبح الإنسان بدأ يشعر بالدفء هكذا فقط. بعد قليل نصفها أزالها، لما صارت الشمس فوق في السماء فسخها ووضعها. قالت أنا استطعت أن أزيله لكن بطول الوقت والصبر، وأنت تريدين أن تغيري هذا المنكر بالسرعة فلا تستطيعي. فأنا أقول أنت تحب أن تكون كالشمس أو كالريح مع الطلاب؟ إذا أردت أن تكون كالشمس فاصبر، يلعبون اصبر، أخطأوا اصبر، لم يحفظوا اصبر، لا بد من الصبر. تكون كالشمس، بعدين سترى ذلك الإنسان يحبك ويقدرك ويسمع لك ويخلع كساءه أو يخلع أخلاقه السيئة. وإذا كنت كالريح تريد السرعة، تعال احفظ، تعال ادرس، تعال كذا، فإنه سوف لن ينفذ ولن يحبك. خسرت الشيئين، عدم التنفيذ وعدم المحبة، والأول كسب شيئين: التنفيذ والمحبة والتقدير والاحترام. طيب نقف على إن شاء الله الحديث 34، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الآن الوقت فرصة الراحة.